صباح الخير. اليوم زي ما قرأتوا بالعنوان اليوم أول يوم مدرسة. سجلت بالمدرسة بعد عناء طويل، واليوم راح أروح أداوم أول يوم. راح أقوم أضب الفراش، أغسل وجهي وفرش أسناني وأفطر ونتجهز عشان نروح على المدرسة. اليوم راح أخذكم بروتيني أول يوم مدرسة، فخليكم معايا. Let's go. مرحبا، كيفكم؟ ورجعت لكم فيديو جديد. انا اليوم متحمسه كثير حماس عندي ليفل توب. اليوم واخيرا راح نرجع على المدرسه. راح ارجع على المدرسه زي ما سمعتوا. طبعا صورت لكم مره فيديو لما رحت اسجل بالمدرسه ورفضوني، قالوا لي انه ما في تسجيل لصفي اللي انا راح ادرس فيه، واخيرا فتحوا بوابه التسجيل. صار في صفوف بتدرس المرحله اللي انا فيها، فرحت من فتره وسجلت، واخيرا بعثوا لي رساله وقالوا لي انه اليوم دوام بالمدرسه. هلا الساعه 10:30. الدوام تبعي راح يكون دوام مسائي من 12 للساعة 3. طبعا ما رح نطول كتير في المدرسة، لأنه زي ما بتعرفوا إحنا بأوضاع صعبة وحرب والأوضاع خطرة، فما رح نقعد زي قبل الحرب 7 ساعات في المدرسة أو 6 ساعات. إحنا كنا نروح 6 ساعات، استنوا، كنا نروح من الساعة 6، كنا نروح في المدرسة 7 ساعات. أما هلأ 3 ساعات. شعور كتير حلو، رح أقعد 3 ساعات بالمدرسة ورح أروح مسائي، وانا كثير مبسوطه. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزلكم فيديو يوصلكم اشعار. اخواتي راحوا على المدرسه، هم صباحي انا مسائي. بتعرفوا يا جماعه اول مره في حياتي بروح مدرسه مسائي. طول عمري صباحي 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 صباحي، بس كنت بفضل الصباحي، بس هلا رح نجرب المسائي ونشوف مين احسن، الصباحي او المسائي. خليكم معايا. طبعا جهز الفطور. طبعا ماما عملت لنا اليوم فلافل. طلعوا الفلافل منظره يفتح النفس، وعليه سلطة كمان. اليوم دلال. هلأ رح ندوق مع بعض، يلا بسم الله. في الأيام هاي يا جماعة عنا الفلافل أحسن من الكباب والشاورما، لأنه إحنا أصلا مقطوعين عن الفلافل والشاورما. إلنا فترة طويلة ما أكلناهم. عنا الفلافل هاي الأيام إشي توب، يعني زي كأننا بناكل لحمة أو كأننا بناكل دجاج أو كأننا بناكل شاورما. عنا إشي واو. وطبعا ما أحكيلكوش ماما بالفلافل توب. خلينا نرجع ناكل. أنا فترة مسائية. بتتخيلوا يا جماعة أول مرة بحياتي بروح مدرسة فترة مسائية. اللي 10 سنين بروح على المدرسة وأكتر، يمكن مع الروضة اللي أكتر من 10 سنين بروح على المدرسة والروضة. ولا مرة رحت مسائي، فهاي أول مرة في حياتي بروح مسائي. شعور كتير جميل، تضلك نايم براحتك وبعد هيك تصحى هيك على روقان، تفطر وتقعد وترتاح وبعديها تروح على المدرسة. هذه المدرسة اللي أنا طول عمري بحلم فيها، أروح هيك مدرسة مسائي، ما نلبس زي مدرسة، ناخد معنا التلفونات على المدرسة. فهي أول مرة بروح على المدرسة بهذا الشعور. ممكن برا يكون في مدارس زي كده، أما إحنا عنا هون ممنوع هاي الأشياء، لازم زي مدرسة ولازم ممنوع التلفونات. أفطر وبعد هيك أرجع لكم وإحنا بنجهز نفسنا للمدرسة. زي ما شفتوا عملت روتيني الصباحي وفطرت ورتبت وغسلت وجهي وكل حاجة. هلا طالع اني احضر شنطتي عشان نروح المدرسة. خليني اعرفكم شو راح اخذ معايا. طبعا مش راح اخذ معايا اشياء كتير، راح اخذ معايا دفترين. عندي هدول الدفترين راح اخذهم معايا. طبعا هدول بواقي اشياء المدرسة اللي كانت معايا قبل الحرب، راح اخذهم كلهم. راح اخذ بس اشياء قليلة بما انه اليوم اول يوم مدرسة، ما بعرف شو راح ناخذ وشو راح نسوي. كنت راح اخذ دفتر، بعدين قلت بما انه رح نقعد 3 ساعات فاكيد مش رح نقعد 3 ساعات فاضيين، يمكن نتعلم من اول يوم. فاخذت معايا دفترين وراح اخذ معايا هاي الشنطة. مش رح اخذ شنطة الكتف تبعت المدرسة لانه صارت عبارة عن خزانة، فاحنا رح ناخذ هاي الشنطة. مش رح اخذ اشياء كتير، فبتسع واساسا كتير واسعة، بتاخذ اشياء كتيرة وانا مش رح احط فيها اشياء كتير. رح نحط اول اشي الدفترين، وراح اخذ معايا قلم رصاص، قلم اسنان هذا. راح اخذ قلم ازرق وقلم اسود وقلم احمر، بحس هيك كفايه وزياده كمان. وراح اخذ مسطره ومحاية. اقوم اتجهز عشان نقوم. هلا راح اتجهز علشان نروح على
خرب سحاب الشنطة. طلعوا لسه ايش فيه؟ لسه اليوم اول يوم. بسم الله. تمام زبطته، بيفكح احيانا بس خلص تمام زبطته. الشنطة صارت جاهزة. هلا أنا لازم أقوم أجهز علشان أطلع، مش باقي وقت كتير. صاحبتي عيدها إجتني وبدنا نروح بدري شوي علشان نلحق نتعرف على الطلاب والمدرسة وهذه الأشياء، فخليكم معنا. طبعا لبست وجهزت وخلصت وهلا رح اروح واطلع على المدرسه. واخيرا رح اخذكم، اذا قدرت اصور مشاهد بالمدرسه رح اصور لكم. نسيت احكي لكم اهم حاجه لازم ان انا اخذها، اهم من الشنطه نفسها واللي فيها، اللي هي المصليه. طبعا بالمدارس ما في لا طاولات ولا كراسي، رح نقعد نظام على الارض ارضي، فطلبوا منا نجيب مصليات علشان نقعد عليهم، فكنت رح انسى واروح ذكرت، فراح اخذ المصليه. كمان غيرت الشنطه، اخذت شنطتي هذه، لبست نفس البوت، فحبيت اني البس هيك الشنطه والبوت نفس الحاجه. راح احط المصليه بالشنطه وهيك بنصير جاهزين نروح على المدرسه. هاي مدرستي القديمه يا جماعه، هي جنب المدرسه اللي انا راح ادرس فيها. ترى كيف مفحمه. اوكي جايز، انا هلا بالمدرسه، المدرسه مليانه طلاب بس للاسف زي ما انتم شايفين منظرها مش منظر مدرسه ابدا، هي كانت مدرسه. طلعوا وراي القصف اكيد مبين كيف مخزقه. يا جماعه كيف منظر المدرسه، مليان طالبات. بس طلعت لنا كارثه انه انا وصاحبتي راما مش بنفس الصف، بدنا نبدل ننقل على نفس الصف، بس بعد اسبوع رح ننتظر اسبوع بعد هيك رح ينقلونا على نفس الصف. بحكي لراما تيجي نغيب لحد الاسبوع، بتقول لي على طول بيرفعوك بيحطوا اسم تاني. قبل شوي رن الجرس بس كان جرس الصباحي، روحوا نستنى جرس المسائي عشان يبلش دوامنا. عادة غير هاي خلص الدوام، هلا مروحين. هاي راما معايا. كيف كان اليوم؟ خطير الصراحة كثير حلو، بس مع الأسف إن أنا بصف وهي بصف، بس كان يوم كثير حلو وانبسطت. درست وفهمت. والله مدرسة جميلة جدا، يعني 3 أيام بالأسبوع، مسائي وجولات وما بنلبس زي المدرسة. حصة بيرفكت. طيب هلا رح نروح قرنا. هاي السبورة. خلينا اوريكم كيف كنا قاعدين ومزلولين، بس الاشي الوحيد السيء القعدة. طلعوا بنقعد هيك على الأرض، سجادة هون وبنقعد، وهي الصف وهي السبورة. أخذنا هذا يا جماعة. هي راما هون. يلا يا راما نروح. يلا تعال خلينا اوريكم صفي. هي صفي، طبعا هو عباره عن صف واحد بس هم قاسمينه، حاطين بينه هذا الفاصل. موضوع كبير. تو كان عندنا حصه انجلش، راما كان عندهم حصه رياضيات. هسا اسمعوا، الصف اللي انا فيه ما في طالبات وكلهم ساكتين طول الحصه، انا واللي بنت الجنبي اللي بنجاوب، فحاسه حالي رح اطلع الاولى على الصف. مدرسه مليانه نازحين، وهلا احنا مروحين بيلعبوا كوره. هاي لين مقصف متواضع في المدرسه كمان. اجينا نشتري بما انه بالمدرسة وهيك لازم نشتري. شو بدك يا راما؟ بدي اخذ غريبة انا. هاي روحت من المدرسة زي ما شفتوا، حاولت اوثق لكم قد ما اقدر واصور لكم. صورت لكم شوية مشاهد اكيد شفتوها. قعدت في المدرسة تقريبا 3 ساعات، كانوا كتير حلوين وانبسطنا كتير. استفدنا من الشرح كان كتير حلو. درسنا رياضيات وانجليش وعربي. اغلب البنات صحباتي اللي انا بعرفهم كانوا في المدرسة معايا، بس ما كانوا معايا بنفس الصف. رح انقل على صف راما او راما رح تنقل على صفي، عشان ما بنفع كل واحدة تكون بصف، لازم نكون احنا تنتين بنفس الصف. لعلمكم احنا طول عمرنا بالمدرسة انا وياها بنفس الصف وقاعدين في نفس الطاولة، تعرفوا؟ عشان كده انا حاسة بإشي غريب، عشان بالمدرسة ومش قاعدة جنب راما، قاعدة مع طالبات ما بعرفهم. فرح احول على صف راما، بس التحويل الاسبوع الجاي. زي ما شفتوا اخذتكم معايا بروتيني اول يوم مدرسه. انتظروا سلسله المدرسه بلشت معايا. قبل ما انهي الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار.
بحبكم كتير. اي حد بحب يساعدنا ويدعمنا بتقدر تدعمونا من خلال ميزة شكرا او من خلال حملة الجو فاوند مي اللي احنا عملناها. بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. هلا رح اروح ادرس بعد التصوير على طول لانه اراجع اللي اخذته في المدرسة علشان يضلوا قاعد بمخي، لانه حرفيا هاي الاشياء احنا دارسينها قبل الحرب بس ولا حاجة متذكرينها، كله نسيناه يا جماعة كله. بس يعني مع الاستمرارية الواحد رح يتذكر المدرسة ورح يتذكر الدراسة. هلا رح ادرس زي ما حكيت لكم. بحبكم كتير. بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله اذا ضلتني عايشة وبس. سلام.